تعالوا أحكي لكم عن كلمة سويدية ما إلها ترجمة لا بالعربي ولا بأي لغة تانية. بس قبل كل شي خليني أخذكم معي على مقهى عمره أكثر من 100 سنة. جيت لهون جرب واحد من أقدم وأحب الطقوس للشعب السويدي، طقس الفيكا. فبالنسبة لتشات جي بي تي، فيكا كلمة سويدية بحتة وما إلها أي ترجمة بأي لغة بالعالم، ولكن إلها مكانة كبيرة بحياة الناس اليومية هون. في السويدي وبأي وقت من النهار بيترك كل شي من إيده، بياخد استراحة، بيفصل شوي بقلب الطبيعة ليشحن طاقته ويكمل نهاره بنفس جديد. فالموضوع مو بس فنجان قهوة، هو لحظة بتفصل فيها عن الشغل، عن الموبايل وعن الزحمة، وبتركز على حالك والطبيعة والناس من حولك. وهاد بالضبط اللي جيت أعمله هون. فبهالمقهى كل شي بينعمل بالمكان نفسه من مواد عضوية 100%، جاي من مزارعهم الخاصة، من الحليب للزبدة للطحين والفواكه. ولهيك طلبت كيكة الفراولة مع فنجان قهوة سويدية تقليدية حتى أتذوق طعم هالثقافة اللي طالعة من قلب الطبيعة وعايشة معها. وهلأ من بعد هالفيكا شحنت طاقتي وصرت جاهز شوفكن بفيديو جديد من محطة جديدة برحلتي لاستكشاف السويد مع ويجو. استنوني.